عايزين اسم لاعب بيلعب في الدوري الياباني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك ايه؟ شحات. حبيبي يا شحاتة. احنا برنامج اسئله على اليوتيوب اسمه ملك الساحه. ماشي. هنسالك 3 اسئله، كل سؤال ب 200 جنيه. موافق تشارك؟ موافق. تمام. افتح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. تمام. اول سؤال معانا، عايزين اسم لاعب بيلعب في الدوري الياباني. لاعب في الدوري الياباني؟ اه. مش عارف والله. السلام عليكم. مش عارف؟ فكر كده على طول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ممكن اشارك معاكم؟ ايه ده يا ابويا، هو بيسألني انا ما بيسألكش انت. ثانيه واحده. اسم لاعب بيلعب في الدوري الياباني. طب ما فيش دوري تاني غير الدوري الياباني؟ هو ده الدوري اللي معانا حاليا. طب اسأل السؤال التاني عشان مش عارف ولا لا. قول السؤال تاني. ما لازم تجاوب على الاولاني. لاعب في الدوري الياباني. بس الدوري الياباني انت عارف اللي هو مش معروف، بس انا ما اعرفش حد لاعب ليه؟ انا ما بتفرجش غير على الدوري الياباني. ياباني. ما اعرفش والله اي حد. ممكن اشارك معاكم؟ ايه ده؟ تمام. طب ماشي، ثانيه واحده. اسمك ايه؟ تامر عاشور. اسمك ايه؟ تامر عاشور. ماشي. بص يا تامر، عايزين اسم لاعب بيلعب في الدوري الياباني. الدوري الياباني سينج بون نونج، باك الشمال. انت بتقول ايه؟ في بقى حد اسمه كده سينج بونج بنك شمال؟ باك الشمال. باك شمال مين؟ ده اسم عربية ماشية، مش اسم حد باك ده. الشمال. لا مفيش والله حد. هو فعلا، لا هو كسب فعلا. كسب مبروك. ما حد اسمه كده. مبروك. ايوه كسب. الف مبروك. كسب 200 جنيه بسبب اللي هو قال لي الكلمة دي. ما هو ده اسم لاعب، ده باك الشمال. باك شمال كمان. بيلعب في اليابان. ماشي. ما عليك. السؤال الثاني، اسم لاعب بيلعب في الدوري الياباني. تاني. الله يخرب بيت الكورة على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة. اه، هو قال الباك الشمال. قول انت اسم لاعب تاني. اسم لاعب ممكن يكون سون، بس لا ما بيلعبش في الدوري الياباني. مش عارف والله اي حد في الدوري الياباني. حضرتك تعرف؟ في حارس المرمى هيونداي مرسيدس نين. مرسيدس مين يابا؟ مرسيدس مين يابا؟ الله يخليك. ايه ده بس انت شويه كده، انت عمال تتكلم ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه وعمال حارس المرمى ده حارس مرمى من الله هيونداي يخليك. مرسيدس. مرسيدس ده عربيه ماشيه في الارض. الله يخليك كده بس عشان ما تعصبش هو صاحب عليا. المصنع يابا الله يخليك. اليابان. بلا سمى العربيه باسمه. يا عم عربيه من الله يخليك. اقعد بس الله يخليك انت كده. بص، هو بلا عامة مرسيدس بلا عربيه. عامة هو السؤال صح، هو جاوب صح. صح. تاني. هو صاحب المصنع، عمل مصنع وسمى العربية باسمه، بيلعب في اليابان. يابان ايه؟ بص هو الإجابة صح. الاجابه صح. الإجابة صح. تاني 200 جنيه. ألف مبروك. معانا أستاذ تامر عاشور. السؤال الأخير، عارف أبو تريكة؟ أبو تريكة في النادي الأهلي كان لابس رقم 22 ليه؟ الصراحه مش عارف. ما كده أنت الموضوع من عندك، أنت مش عارف. أنا عمال أسهلها لك والله، غيرت لك، جبت لك الدوري المصري وأبو تريكة ما فيش حد ما يعرفوش. انا عارف ابو تريكة بس انا ما اعرفش هو كان لابس رقم 22 ليه. فكر. الصراحه مش عارف. أستاذ تامر، عشان 21 كان ضايق عليه. ألف مبروك ما شاء الله. ايه يابا ال 21 كان ضيق عليه. كنت عمال تقول. لا يا عم، لا صح. 21. طب ثواني اسهل لك الموضوع. معلش ثانية واحدة. 21 ضيق عليه. طب ثانية. هو جاوب على السؤال صح. طب ليه ما لبسش 23؟ كان واسع عليه. لا، ما هو قال لك كان ضيق عليه. 21 كان ضيق، 23 لا ما كانش ضيق. ما كانش قصدي واسع. اتفضل. عشان كان لابسه فلافيو. فعلا كان لابسه زميله في الفريق فلافيو. مبروك، كسبت معانا 200 جنيه. بص، انا مش عايز امشيك زعلان. تمام ماشي. وهكسبك. تمام هتختار معانا ظرف من دول وانت وحظك. ماشي. اختار واحد يعني. حلقة من الناحية التانية. امشي كده من هنا. لا حلقة عليه من هنا.
ده برنامج وعملنا فيك مقلب وانا تبعهم. هو معانا في البرنامج تامر عاشور ده، بس هو اسمه تيتو. تمام، واخد البرنامج بتاعك ازاي يا باشا؟ حبيبي يا شهاده.